أعزائي المشاهدين، هنبدأ ناخد كده لقاء كده جميل سريع مع الباشمهندس أحمد اللي هيقول لنا على التفاصيل في إطار التخصص بقى عن الإدارة والتشغيل والموقع وميزة الموقع والكلام ده كله، وإحنا قاعدين على المصطبة كده في المزرعة. مهندس أحمد، السلام عليكم. الأول إزي حضرتك؟ السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا باشمهندس. عايزين حضرتك تكلمنا عن الموقع والميزة بتاعته. هو الموقع في جمعية المروج التعاونية الزراعية 70 كيلو من القاهرة، هنا على طريق الكريمات، طريق الصعيد الحر، وبرضو على طريق الكورنيش الزراعي. المكان الحمد لله واعد، متوفر فيه المية ومتوفر فيه الكهرباء، مفتوح للاستثمار الزراعي عموما، سواء الاستثمار النباتي سواء الاستثمار الحيواني الداجني، كافة أنواع الاستثمار. مفيش عقبات بتالي في المجال الزراعي. المجال الزراعي استثمار، سكن، إنتاج، تصنيع، تجارة، مجال واعد. ولكن ثقافتنا المحدودة بالنسبة للمجال الزراعي دي اللي ما بتخليش ناس كتيرة تتجه للاستثمار فيه، رغم إن الاستثمار فيه دلوقتي وبكره وبعده وامبارح كان أأمن من الاستثمار في الصناعة أو في العقار أو السكن. ليه؟ لأن هو بيقدر يوفر العقار كعقار أصول مملوكة، بيقدر يوفر السكن، يقدر يوفر بيئة الإنتاج، وبعد كده ما يتبعها من تصنيع الإنتاج أو تداول الإنتاج وتجارة الإنتاج، فكل ده متوفر في المجال الزراعي. ما شاء الله. المجال الزراعي الإنتاج فيه متنوع كتير، بيشمل قطاعات بيحتاج لها المجتمع طبعا، في الغذاء، في الدواء، في الكساء، ولكن ده بيرجع لكل مستثمر، إمكانياته الاستثمارية، ده حضرتك تمويله، إدارته للمشروع، هل هو متفرغ ليه ولا غير متفرغ ليه، بيديره عن طريق نفسه ولا بيديره عن طريق الغير. كل العوامل دي هي اللي بتحدد نوع النشاط اللي هيقوم. والمزرعة كمزرعة، سواء هي فدان، سواء 100 فدان، سواء 1000 فدان، تقبل تعدد المشروعات داخل المساحة. حتى لو هي فدان تقبل تعدد المشروعات، وده الأصح ما شاء الله استثماريا، ان هو يبقى فيه تعدد للإنتاج. طالما ان انا بدير مكان متوفر فيه مساحة، متوفر ليه تمويل، أقدر أنتج منه نباتي، أقدر أنتج منه حيواني، أنتج داجني، مشروعات أسماك، مشروعات تسميد، مشروعات تدوير، سواء مخلفات زراعية أو مخلفات صناعية. كل الكلام ده أقدر أعمله في المزرعة. أعدد الإنتاج، يتعدد الموارد. تعدد الموارد دي اللي بتفتح لنفس الاستثمار الزراعي أكتر وأقل. تنشيط الثقافة الزراعية يخليني أقدر أتعامل مع المنتج الزراعي بأسلوب مختلف، إن أنا أعمل ليه يعني خدمات، أو أضيف له مميزات تساعد في التسويق، تجتذب عملاء جدد، تزود من القيمة البيعية ليه، تفتح أسواق جديدة. كل ده يقدر يعمله المنتج الزراعي. طيب باشمهندس احمد، خلينا ننزل الكلام الجميل ده على ارض الواقع. انا طبعا لو انا شاب مثلا معايا حوالي مثلا 250 الف او 300 الف جنيه، مش هعرف اشتري محل في القاهرة مثلا. ده ابسط المشاريع، واشغله. هشتري محل بكام وهوضب بكام وهشتري بضاعة بكام وهبدأ هصرف كام على التسويق والدعاية وبتاع. هل الشباب اللي هي اصلا بيدور عايز يتجوز، طبعا لسه هيشتري شقة، كل دي تكاليف، هل في حلول عند حضرتك هنا او نماذج تقدر تساعد بيها الشاب اللي هو معاه فلوس قليلة كده؟ احنا بنقول مثلا ان الشاب بيبقى في حيرة، هو عايز يشتغل اساسي عشان يقدر يتجوز ويفتح بيت. مظبوط. طيب هو لو اشترى فدان، حلو. تمام، الفدان ده هيقدر يبقى ضمان لرأس ماله، ايوه. سكن ليه، حلو. عمل ليه وعمل كويس. للآخرين كمان. يقدر في نفس المكان ده ينتج، تمام. واخد بال حضرتك، ويسكن وينمي مستقبله ماديا وحضاريا. ليه؟ لأن الفدان ده ممكن يعمل فيه
زراعات مختلفة، ممكن يعمل فيه مشروعات مختلفة، ابتداء مثلا من مشروع الزراعة، مشروع الصوب. مشروع الصوب دي في حد ذاتها كذا مشروع، هو ممكن يبدأ بصوبة واحدة. آه، أهم حاجة إنه هيوفر له سكن، يعني زي حضرتك ما بتقول 250 جنيه دول مش هيجيبوا شقة. ده حقيقي. تمام. مم. و... ولو حطهم في إيجار وبدأ يأجر مش هيلاقي إن هو يشتغل مظبوط. بإيجار يضر عليه القيمة الإيجارية اللي هيدفعها، ده غير مصروفات البيت اللي هيسكنه والأسرة اللي هيكونها. ولكن في الزراعة ممكن يحصل كل ده. طب إن انت هو حليت له حاز المشكله دي عقار. ازاي يا باشمهندس؟ احنا بنقول دلوقتي نحل المشكلة دي ازاي؟ ان هو مثلا الشاب ده او الرجل، على فكرة مش للشباب بس، دي برضه لكبار السن، لان انا عندي ناس من اللي تواصلت معانا اللي هم الناس طالعين معاش اه صحيح، عنده وعايز وقت يتصرف فراغ. المعاش ده. بالظبط المعاش كده. ده لو مش هيعرف يقسمه على اولاده، ايوه، واخد بال حضرتك، لا هو بقى بيعمل بيت عيلة، بيستثمر فيه. مظبوط. بيستثمر فيه، بيبدأ يعمل دخل لأولاده كلهم. اللي عنده وقت وعنده إمكانيات بيقدر يشتغل معاه، ما عندوش ومحتفظ بوظيفته، وفر له سكن. ما شاء الله. تمام. والمسافة زي ما بنقول مش كبيرة، حوالي 70 كيلو، يعني ممكن الربع الثمن اللي كان هيدفعه في شقة يجيب بيه سيارة ويروح بيه لو هو عنده شغل كويس، ومش مش من السهل إنه يسيبه. ولكن جميل. احنا هنرجع بقى نقول للفدان أو 5 فدان أو غيره يقدر يستثمر فيهم ازاي. يعني دايما رأس المال بيتقسم، لأنه جزء بحطه في الأصل العقار مظبوط. عشان أحوزه وأبدأ أبقى واقف على أرض الواقع، تمام. جزء ببدأ أستثمر فيه. حلو قوي. انا بقول بقى نرجع للاستثمار، انا متفرغ للاستثمار ده وابقى قاعد في المكان، ولا انا هاجي واروح، ولا هعهد بيه لحد تاني يديره. ممتاز. في كل الاحوال بعمل على حسب راس المال المتاح معايا. ممكن اعمل صوبه 2 3، ممكن اعمل تربيه اغنام، ممكن اعمل تربيه دواجن. والدواجن طبعا كذا حاجه، مش الفراخ البيضاء طب بس. لو في حالة ان ما توفرش الوقت ولا الخبرة اللي تمكن الشاب؟ احنا بندير المكان، عظيم. وفي طريقتين للاداره. حلو قوي. ان احنا بنأجر منه المكان، ممتاز. واخد بال حضرتك، وبنسلمه له بعد كده بمقومات وشبكه الري بالزروع. سوبر لوكس على المفتاح زي ما بالظبط، على بيقولوا. المفتاح. وبعد فتره معينه، او ان هو بيخش شريك. تمام. بيخش شريك، حلو. سواء هو يعمل جوه المشروع او هيعمل. دي بقى الناس اللي عايزه تبني خبره، هو بيخش شريك. اولا بيبني خبره وبياخد راتب، جميل. او بياخد عوائد المشاركه بتاعته. ممتاز. تمام. حلو قوي. بعد كده بيبقى هو طبعا يقدر بقى يدير بعد سنتين بعد 3 يدير المشروع بكامل حريته. مظبوط. ففي حالتين زي ما بنقول: مشاركه بحيث ان هو يبقى عنده عائد، او ان هو بيبقى مؤجر لو هو مش متفرغ. بيبقى تمام. مؤجر وليه ايجاره بيستلمه عن استثمار الارض. في نفس الوقت الارض بتنمو، بتزداد قيمتها بالزراعه اللي فيها، بشبكات الري اللي فيها، بمكوناتها اللي هتتعمل فيها، سواء انتاج نباتي او حيواني او دجاجي. ممتاز. عظيم. ففي حلول لكل مشكله، يعني المتفرغ ليه حل، المقيم هيبقى مقيم ليه حل، اللي مش مقيم ولا هيبقى متفرغ المشروع، وده ممكن ندير له المشروع بالاتفاق مثلا سنه 2 3 على حسب المده اللي هو ممكن يتفرغ فيها او تستمر. واخد بال حضرتك؟ بس هو يبقى بيجي يتابع يشوف الدنيا ماشيه ازاي، المشروع بينمو، في عوائد منه. والعوائد دي ممكن تكون تبدأ من شهر لغاية 3 شهور 6 شهور، على ان الزراعة فيها برامج مختلفة. اكيد اكيد. كل برنامج انتاجه بيختلف عن التاني. انا شايف ما شاء الله، يعني حضرتك حليت مشاكل مهمة قوي وخطيرة. هي بتبقى نجاح او فشل المشروع الزراعي بيتوقف عليها. اول حاجة اللي هو المسافة دي، اقرب تقريبا من اقرب المسافات للقاهرة، وهي 70 كيلو. 70 كيلو يعني حوالي ساعة الا ربع. يعني لو قلنا يعني تعتبر لو الواحد رايح وسط القاهرة ياخد وقت أكبر من كده. مظبوط. خد بال حضرتك. المشكلة التانية ان السكن. راس المال القليل او الصغير. حضرتك برضو عندك حلول تستوعب الموضوع ده؟ أكيد. موضوع السكن زي ما حضرتك تفضلت، موضوع الخبرة والإدارة. ده مجرد ان هو يتابعنا كويس، وده اللي احنا بنبقى محتاجينه، عشان هو اولا بيعشق المكان والمكان بيعشقه. كل ما بيلاقي ما شاء المكان الله. بينمو قدامه، دي حقيقة في الزراعة من قديم الأزل. ده حقيقي. كل ما تتابع المكان وانت بتشوف النبتة بتكبر قدامك، انت بتعشق المكان ده زي اولادك. ما شاء الله. واخد بال حضرتك؟ وهتبقى تتغلب على اي مشاكل تظهر فيه، لان انت مش يعني مش حاطط في دماغك ان انت تسيبه عشان ظهرت فيه مشكلة.
لان مفيش عمل بدون مشاكل. لا هو ما شاء الله انا شايف ان كل مقومات النجاح موجوده، يعني القرب من القاهره، توفر الميه والطاقه، توفر في الخبره. جمعية طبعا بتوفر الحماية الإدارية والتعامل مع أجهزة الدولة، إن الجمعية دي نظامها قوي ومتابع من الجهاز المركزي للمحاسبات، ما شاء الله. تابعة للهيئة العامة للتعاونيات اللي هي اتعملت في الستينيات، نظام قوي يعني، واخد بال حضرتك. وفي نفس الوقت الأوراق الثبوتية بتاعتها وأوراق الملكية أكيدة ومنتهية، مش خاضعة للقوانين الجديدة اللي هي تقنين ولا مش تقنين، وفي لا، هي القوانين دي منتهية وفي عقود من الهيئة العامة للتعمير. يبقى انت بتحط فلوسك وانت مطمن عليها بالظبط. وعارف ان هي هتزيد مش هتروح لا قدر الله واحنا يهمنا اللي هو هيبدأ من أول يوم ويبقى إيد بإيد ويشترك، إن احنا بنوفر المشاركة أو الإيجار دي اللي هو لسه ظروفه ما تلائمتش مع إن هو أنا اشتريت السنة دي فخلاص ما فيش رأس مال إن أنا أبدأ أشتغل فيه، بنوفر بقى بدائل، لأن عايزين نجذب الناس للإنتاج الزراعي اللي هو مش هيتأثر في يوم من الأيام، لأن الناس مش هتبطل أكل وشرب لغاية يوم القيامة طبعا. ولكن ممكن شكله يختلف، طبيعته تختلف، واخد بال حضرتك، اسعاره تختلف. مظبوط. ده اللي احنا القيمه اللي عايزين ايه الناس تحصل عليه، وخصوصا ان احنا اساسا بلد تراثنا كله واثارنا كلها بتقول ان احنا بلد زراعيه. ما شاء الله. حضارتنا القديمه وان شاء الله الحضارات القادمه على البلد دي لازم يكون ليها مسند من الزراعه. وانا شايف ان الزراعه دلوقتي بقت ضروره حتميه، هتحل لك مشاكل كتيره، هتعالج لك مشاكل اقتصاديه، هتعالج لك موضوع الدولار وترفع قيمه العمله، لانك انت لما يكون عندك بتزرع اكلك وكمان في فائض هتقدر تصدره، هتوفر اللي انت بتستورده دي العمله الصعبه، وفي نفس الوقت هتصدر فتجيب عمله صعبه. ده أكيد. الموضوع هيختلف تماما. يعني انا بشجعكم اعزائي المشاهدين، معكش فلوس هتيجي وتشتغل وتزرع، ما عندكش سكن هتيجي تلاقي سكن، وفلوسك قليلة هتيجي تشتغل وتنجح. هنوفر لك الخبرة، هنوفر لك الإدارة، هنوفر لك الحراسة. الجمعية طبعا مؤمنة بالكامل في غفرة معينة ومؤمن عليها من مركز الصف، المركز الإداري مؤمن عليهم، والمنطقة الحمد لله فيها مقومات، احنا بنسيب عربياتنا، بنسيب مكونات غالية بنسيبها في الأرض بدون، لأن في حراسة 24 ساعة. طيب باشمهندس، والناس دي مقيمة هنا أساسا. طب كويس. ايوه، ما انا شايف في بيوت هناك اهيت وفي ناس مقيمه وقاعده. طيب كده احنا وجدنا حلول لاصحاب رؤوس الاموال المنخفضه والمتوسطه. طب الناس اصحاب رؤوس الاموال الضخمه اللي عايزين يستثمروا في مساحات كبيره، هل في حلول او في مزايا استثماريه تقدر تشجعهم يجوا هنا؟ مشروعات بالكامل معمول لها دراسات الجدوى، مشروعات استثماريه بقى اللي هي تحتاج راس مال كبير، ما شاء الله. مشروعات استثماريه جاهزه للتنفيذ، والمساحات الحمد لله موجوده، وفي ناس من اللي موجوده في المنطقه وبينتجوا الحمد لله، بس عايز يخش في شركات اكبر ممكن يوفر الارض ويخش في شركات اكبر تديله عوائد اكبر، وبالتالي تقوم المشروعات بتاعت المستثمرين دي. يعني عمر ضم الاراضي او وجود حيازات كبيره مش مشكله هنا في خالص. ممتاز ممتاز. يعني في قطع كبيره، في دراسات جدوى جاهزه موجوده على التنفيذ. ممتاز، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب دي دعوه كده لكل المحافظ الماليه سواء كانت كبيره او صغيره، ان هم يجوا يستثمروا، والمكان ده يبقى فعلا واحه، ويكون ما شاء الله في بقى كل انواع الاستثمار الزراعي والداجني والحيواني. بنشكرك يا باشمهندس احمد، وان شاء الله الى اللقاء في حلقه جديده، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع. شكرا ليك يا فندم.